جيبي جوج تفاحات وضناب ديال الفاني واجي نوجدو هاد الكيك اللي كتجي مقطنه وهشيشه لذيذه بالمذاق ديال التفاح والمكسرات وهداك الضناب اللي كيعطي واحد المذاق اللي روعه بزاف. ما تشبعوش منها. شوفوا المقادير. غادي نحتاجو 3 ديال البيضات اللي كيكونوا بدرجه حراره المطبخ مع كاس عامر ديال السكر سنيده قبصه الملح وساشي ديال الفاني اللي غادي نخلطهم غير بالايد ديالي مزيان حتى كيذوب ليا هذاك السكر. من بعد غادي نزيد ليهم كاس لاروب ديال الزيت وكنعاود نخلط مزيان حتى كيندمجوا ليا المكونات. وكنزيد كاس عامر من هاد الذنب كيعطي واحد النكهه وواحد اللذه واعره بزاف. غير جربوه على حسابي غادي يعجبكم بزاف. بالنسبه للدقيق انا هزت ليا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. بطبيعه الحال الدقيق راه كنضيفوه على دفعات يعني ماشي دقه واحده مع 3 ديال الخمارات. صافي غادي نخلط الكيك ديالي وغادي نديرو في واحد المول اللي كيكون مدهون بالزبده. بالنسبه لهداك جوج تفاحات كنقشرهم وكنحكو في الحكاكه اللي كتكون غليظه وكنديرهم هكا على الكيك. بالنسبه للمكسرات والزبيب راه كيبقى اختياري. ممكن تكتفوا غير بالتفاح. انا درت شويه الكركاع الزبيب والشوكولا. صافي غادي ندخلها طيب. انا غادي نطيبها في هذا الفران ديال بدوي اللي كنت شاركت معكم اللي خديت من الصفحه ديال ديجيترونيك. صراحه زوين بزاف اكثر من رائع. اي وحده حيه في الفران اللي باغيه تاخذ كنصح بهذا. زوين. اهم حاجه ان الحراره دايره فيه يعني كيطيب زوين بزاف وحتى التحمار ديالو زوين بزاف عكس الفران اللي كان عندي من قبل. انا كيف شفتوا الكيك شعلت عليها من التحت على عافيه اللي كتكون مهيله حتى طابت ليا. زينتها بصوص ديال الكراميل وقدموها كتجي خطيره. غير جربوها على حسابي.